صباح الخير، عسلامة ومرحبا بكم. نهاركم زين ونهاركم طيب، أطيب من المسك والعنبر. اللهم صل وسلم على الحبيب محمد. حبوباتي العزيزات، عندي ليكم فيديو خفيف وظريف كيما نتوما ظريفين وخفيفين الظل معايا. ومرحبا بالجديدة اللي دخلت معانا اليوم. حبوباتي الفيديو تاع نهار اليوم هي الخبز التركي اللي عمل ضجة كبيرة في الفيسبوك وفي الانستغرام وفي اليوتيوب. يعني ما نقولكمش، طريقة سهلة ماهلة، وحطيت فيه شوية لمسة أم ندى. إن شاء الله تعجبكم. تبعوا معايا لا فيديو درك تشوفوا هذه اللمسة، وإن شاء الله يا ربي كما قلت لكم تعجبكم. المكونات اللي موجودين عندنا هما: عندنا كاس حليب دافي، كاس ماء دافي، نص كاس زيت، ملعقة خميرة تاع الخبز، وملعقة سكر، وشويه تقريبا ربع ولا ازيد شويه ملح حسب الحاجه اللي تحبوها نتوما. بيان سيغ الفرينه لهنا باش يطلع لنا الخبز هذا طريقته الخفيفه والطريقه اللي تميزوا على باقي الخبز كامل العجائن الاخرين، هي انه نحطوا الكاس نتاع الحليب والكاس نتاع الزيت كما قلت لكم دافي، والملعقه نتاع السكر، الملعقه تاع الخميره، هادو كامل مع بعضهم. نخلطوهم مع بعضهم مليح حتى تتفاعل لنا هذيك الخميره، لانه الخميره كي ما نحطوش معاها الملح وما نحطوش معاها الزيت تعود سريعه التفاعل، في ساعه تتخمر لنا والخبز يجي خفيف. وعلى هذاك الخبز هذا، الخبز التركي هذا يجينا خفيف بلا حتى ما نعجنوه. لهنا حبوباتي نسيت باش نحط الزيت ديريكتومون بديت في الفرينه. بعد ما تخمر لنا الخميره نضيفوا هذاك النصف الكاس تاع الزيت، نخلطوه مليح، وبعد نبداو نضيفوا في الفرينه. كي نحطوا الفرينه نحطوا فوق منها الملح، يعني الملح مع الفرينه، ونبداو في الخلط المستمر كيما تشوفوا فيا لافوي بشويه بشويه حتى كي تبدا تعقد لنا هذيك العجينه. يعني كي نضيفوا لها الفرينه بزياده نعولوا عيدياتنا نحيوا لافوي خلاص ونبداو بيدينا. هذا الخبز يجي يتلاصق في اليد، يعني ماشي كيفاش نقولها لكم يا ربي، ماشي يكون شايح. كي تكوني تعجني فيه بيدك يكون يتلاصق، باسكو اذا كان طاوعك في يدك وماهوش يتلاصق في يدك يجيك ناشف، الخبز هذا راح يجيك شويه شويه شايح شويه يابس. فهمتوا؟ على هذاك لازم يجي يتلاصق كيما راكم تشوفوا. هاوليك شوف كيفاه راهو يتلاصق في يديا فوق ما تتصوروا. انا لهنا نحطه كامل، نلمه كامل ونغطيه بالهداك هذاك الورق الشفاف باه يشد لي مليح هذاك التفاعل تاع الخميره تاعو. ونزيدو نغطيوها بسيرفيت ونخليه يتضاعف الحجم نتاعو يرتاح شويه، لانه الفرينه كل ما ترتاح كل ما تعطينا النتيجه مليحه ياسر ياسر. نخليوها ترتاح شوي، ومن بعد نوليو للعجينه تاعنا ونبداو غير نحطوا فيها يدنا غير شويه بركه، نديو ونجيبو عليها مره مرتين ديجا تلقيها معجونه هاي لولا. هذه ما تستاهلش انك تعجني ولا تقتلي روحك معاها، ما تستاهلش هذاك البيتخان. هذا كامل يعني طريقه سهله ماهله. فقط حبيبتي نوضي وانا روحي حضريه يجيك سهل خلا. هذا بخاصك دائما نحضروا لوليداتي، حتى كي يكون ما عندي حتى شيء في قهوه العشيه نحضره لهم مع قهوه العشيه ولا حتى قهوه الصباح. يعني نحضره في الليل، الصباح يبقى هو يبقى شاده ديك الطراوه تاعو ومليح، مع شويه زبده شويه كونفيتور. يعني ما نقول لكمش كيما تشوفي. شوفي حبيبتي كيف نشرو طري في يديا. انا لهنا ديجاني حضرت البلا اللي راح نحط فيه الخبز تاعي، الخبز التركي بيان سور. الاخت اللي ما عندهاش ورق الطهي تدهن بشويه تاع زيت وتحط مش مشكل خلا، واللي عندها تعمل ورق الطهي. انا جو بريفير انك يعني حتى ورق الطهي تستغني عليه. انا عملته لهنا مي باسكو كي يكون ما عنديش الورق هذا يجيني الخبز تاعي خير وخير. غير انا نيفيتي نقول باش ما يلصقليش نحطه. ادهني بركه بالزيت وحطيه، ما كاين حتى مشكل، راح يجيك ساهل خلا ساهل ماهل.
نحطوا العجينه تاعنا نكوروها ونخليوها ترتاح شويه، لاني كيما قلت لكم كل ما ترتاح كل ما تعطينا نتيجه مليحه. كيف هذا لمسه ام ندى اللي قلت لكم عليها، هي الكيك خبز، خبز التركي عملته على طريقه، يعني طريقه الكيك، وما يجيش عجينه، راهو يجي هايل ويجي مليح. ووك معايا وتشوفوه، صدقوني صدقوني هايل هايل، يعني طريقة هايلة. وتستعملوه في سندويتشات عفوا لوليداتكم في كل شيء، يعني في شحال تستعملوه، في شحال من وصفة ووصفة، حتى في اللي سالاد يعني تحطوه مع سلطات، مع المهم كما حبيتوا نتوما. كيف نخليو هاد العجينة تاعنا ترتاح شوية، ومن بعد نبداو باش نطيبوها. كيما العجينه هذيك اللي حطيتها في البلا المدور حبوباتي، غير تربوزي شويه بركه، نبداو نضربوها تمتم تعطيني هذيك النتيجه الخفيفه وهذيك النتيجه الملاحه في ساعة. لانه في ساعة تتحل كيما قلت لكم، الفرينة اشاك فوا ما ترتاح، اشاك فوا ما تعطينا طوع كيما نقولوا احنا، ما تكونش استيكي، باسكو الفرينة ماهيش كيما السميد. حطوها في بالكم هذه مليح، ومن بعد نحلوها في البلا، ونكونوا ديجا شعلنا الفرن تاعنا لازم يسخن درجة عالية باش يجينا مليح. نطليوها بالعظام ونحطوها في الفرن. لهنا شوفي كيفاش راهي مطوعتني، تتحلنا فيت فيسع. بعد ما نحلها في البلا هذا نعاود نخليها تطلع لي شويه. بعد ما تطلع نبدو نرشمو فيها بصباع يدينا، يعني اصبع يدينا نرشموها بهم طريقه سهله ماهله، وتعطينا نتيجه مليحه، وحتى الشكل تاعها مليح، خير حتى من ان نرشموها بالسكينه ولا نرشموها بهذيك الجراره. حتى طريقه هذه مليحه. اما بين ما انا نخدم حبوباتي نحكي لكم حكايه. كاين كما قلت لكم ولد حبيبتي حرق، يعني راح قطع في الفلوكه السمانه اللي عدات، وهو وشحال من شخص وشخص اللي عبالي بيهم انه هو وزوجته وصحيبه وزوجته وصاحبه عنده زوز وليدات، طفله عمرها 6 شهور، طفل عمره 4 سنين، يعني كارثه كبرى. يديو يقتلوا وليداتهم بيديهم، وما يخافوش من ربي وما يغيظوهمش وليداتهم. ولكن الحاجه اللي حبيت نقولها لكم، كونوا موا يعني صلحت لهم، راحوا وحبست بهم الفلوكه في النص. هذا يعني مثال حي اللي انا عن بالي، مش سمعت ولا منا ولا من هذا ولد حبيبتي، وراني معاها ونتبع فيها في الاحداث تاعها كامل، وهي في حالكم تعرفوا الام. راحوا حبست بهم الفلوكه في نص تاع البحر. هذاك قولوا لي نتوما، هذاك الموتور تاعها حبس، وغوزمون البحر ماهوش باقي ماهوش هايج، وبقاو يحوسوا عليهم في بالهم ماتوا غرقوا ولا هملوا، الله اعلم واش جرالهم. ومن بعد اوغوزمون بانوا حكمهم تحكموا في البابور تاع تونس. لا انا حبوباتي واش عندي هنا، هذيك اللمسه اللي قلت لكم عليها جديده، لانه عملته كي شغل خبز مع الحليب، خلطت الجلجلان مع السكر. بعد ما طليت الخبز تاعي بالعظام، عملت هذاك الجلجلان بزياده والسكر ودريتهم من فوق، يعطيوكم بنه رائعه ويعطيوكم شكل مليح. وكيف بنه ما نقول لكمش رائعه، جربوها. وهذا هو قلت لكم الخبز التركي، عملت فيه شويه لمسه من لمسات ام ندى، ان شاء الله يا ربي تعجبكم هذه اللمسه. نرجعوا لحكايتنا. وداوهم لتونس وحكموهم دركا راهم في الحجر الصحي، ومن الحجر الصحي الله اعلم وين رايح يروحوا، يعني الله اعلم وين يسيبوهم والا يعاقبوهم، لانهم تعداو الحد نتاع حكموهم في الحدود نتاعهم هما. الله اعلم واش كاين، هذه امور تخص الحكومه. انا جبت لكم فقط هذه الحكايه على هذا الشاب هذا، والشاب صاحبه كيف شاب جارنا هذا ولد حبيبتي، ده هو وزوجته وصحيبه زوجته وليداته في زوز، يعني حاجة ما تتصوروهاش. من هنا من كوزينتي، مش نقولكم من منبر تاعي ولا مين، نقولكم وليداتي ربي يهديكم.
راهو ما كانش كيما داركم وكيما بلادكم وكيما ميمتكم، تدوروا 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 ترجعوا على الاقل تلقاو شكون اللي يطيب لكم، شكون قلب حنين عليكم وفراش دافي ودار نظيفه وما كانش كيما بلادكم، ما كانش كيما دزاير مهما كانت مليحه مش مليحه. بلادي بلادي، قال لك داري تستر عاري، فهمتوا؟ داركم تستر عاركم. اخدموا على رواحكم وليداتي وكونوا مستقبلكم، ومش محطم تروحوا للخارج. وش الفايدة كي تروحوا للخارج، تروحوا طليان ولا تروحوا فرنسا ولا نجي سي با وين تروحوا، راهو ما كاين حتى فايدة. كيف كيف بالعكس، راك لهنا سيد في بلادك. خير ما تروحوا وليداتي للخارج تعشيو باش تاكلوا الخبزة، تغسلوا الصحونة صحونة في لي ريستوران ولا تكنسوا في الطرقات، هادو ما تلقوهمش. وكيف ما بالدز وبالعراك وبهديك بتطيح القيمة. ابقوا في بلادكم، ما تشغشبوش والديكم، ما تشغشبوش امهاتكم. وانتو ما كونوا رجال عرواحكم، ما تديوش نساكم معاكم، وكونوا احرار شويه عرواحكم. وليداتكم امانه في رقبتكم، تهزوهم تديوهم. والحمد لله الحمد لله، انا راني فرحانه ياسر انه هذوك الدراري صغار منعوا. انا غير نسقسي عليهم هما برك منعوا. يعني طفيله وطفل زي الورده زي النواره، يديوهم ولديهم يضيعوهم. ايماجين توا ماتوا، حتى ما غرقوش، يموتوا من الجوع، يموتوا من الشر، يموتوا من البرد نتاع البحر. شحال وهم هاملين في البحر فينا الماء داوهم. المهم يكتر خير خوتنا توانسة اللي هزوهم وداوهم وحطوهم في المهم منعوهم من البحر، منعوهم. الحمد لله رب العالمين انها منعوا. ربي يوصلها مع خير وعافية ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. عن قريب يكونوا هنا، وربي يهدي وليداتنا الكل. هذه هي الحكايه حبوباتي، وهذا هو حبوباتي لا فيديو تاع نهار اليوم. ان شاء الله عجبكم. هذيك الخبزه هذيك طرف تاع ندوش راهي بقات شويه عجينه سرقتها لي، عملتها حتى هي كما تشوفوا فيها هذاك الشكل، وصدقوني جات بنينه 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 هايله. وهذا الخبز تاعنا يا العزاز على قلبي، ان شاء الله راهو عجبكم. جاني خفيف وبنين، يعني اسفنجي كيما تشوفوا القطن كيما تشوفوا البونج. يعني هايل، ماهوش معجن، ماهوش ثقيل. كما قلت لكم هذاك الخبز على طريقه كشغل راهو كيك وهو راهو خبز، ماهوش عجينه. صدقوني خفيف 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 ريشه كونفيتير والى فرماج وليداتكم. حاجه جديده وحاجه مليحه، ان شاء الله يعجبكم وجربوه ما تندموش عليه حبوباتي. ما بقى لي غير نقول لكم دمتم سالمين.